القهوة هتنقرض؟ ده الموضوع بجد بقى. في علماء بيقولوا إننا ممكن نعيش لحظة انقراض القهوة خلال حياتنا، بعد 10 أو 15 سنة ممكن فنجان القهوة يبقى رفاهية أو أسطورة من الماضي. للأسف الموضوع مش خيال علمي، الموضوع بدأ. قبل ما ندخل في الكارثة خلينا نرجع لورا شوية. القهوة اللي احنا بنشربها كل يوم أصلها من أثيوبيا، أرابيكا، النوع الأشهر في العالم. نبتة حساسة جدا، بتحتاج مناخ مستقر ورطوبة معينة ودرجة حرارة في نطاق ضيق. يعني حرفيا القهوة دي بتتدلع عشان تطلع. وعلى الصعيد الآخر العالم حوالينا بيتغير، درجة الحرارة بترتفع، المواسم بتتلخبط، والتربة طبيعي بتتأثر، والمناطق اللي كانت مثالية للزراعة بتختفي. في دراسة من رويال بوتانيك جاردنز قالت إن أكتر من 60% من أنواع القهوة البرية مهددة بالانقراض. ليه؟ لأننا بنقطع الغابات وبنستهلك الأرض بسرعة وبنغير النظام البيئي، والمخيف إننا معتمدين بنسبة ضخمة على نوعين بس، أرابيكا وروبوستا. يعني لو حصل أي كارثة طبيعية أو مرض جديد مثلا مفيش بديل حقيقي. في مرض اسمه صدأ أوراق الشجر، كوفي ليف راست، مرض فطري صغير بيضرب ورق شجر البن وبيموتها ببطء. المرض ده انتشر في أمريكا اللاتينية من كام سنة ودمر مزارع كاملة. مزارعين كانوا بيصحوا يلاقوا الأشجار صفرة ضعيفة ومفيش محصول، ومع التغير المناخي المرض ده بقى أقوى وبيوصل لأماكن جديدة. يعني احنا مش بس بنخسر الأراضي، احنا كمان بنخسر الأشجار نفسها. خليني أحكي لك قصة حقيقية، مش خيال، مش مبالغة ومش إشاعة، قصة موثقة رسميا من NPR الأمريكية. في سنة 2016 كان في راجل برازيلي اسمه أنطونيو خواكيم دي سوزا، مزارع قهوة قديم ورئيس تعاونية كبيرة اسمها اسبيريتو سانتو، واحدة من أكبر المناطق اللي بتزرع بن في البرازيل. الراجل ده قال جملة تقيلة قوي: في كل حياتي كمزارع عمري ما شفت الجفاف بالشكل ده. تخيل في سنة واحدة بس معدل المطر نزل من 1300 ملم ل 400 بس. يعني بدل ما الأرض ترتوي وتطلع المحصول بقت تراب ناشف، الأشجار اصفرت وورقها وقع وماتوا واحدة ورا التانية. المنطقة كلها اتضررت وناس كتير سابت الزراعة بعد ما خسروا كل حاجة. خسر كل حاجة حرفيا، أراضي مش بتنتج، بيوت من غير دخل، ومزارعين اتحولوا لصنايعية وعمال بس عشان يقدروا يعيشوا. اللي يخوف هنا مش بس القصة، لا، اللي يخوف إن ده حصل بالفعل، وإن الجفاف ده اعتبر علماء المناخ أسوأ جفاف ضرب الولاية دي من 80 سنة. وعلى فكرة دي مش كانت موجة وراحت، ده كان إنذار بيقولك لو ما صحيناش كل فنجان قهوة بتشربه النهاردة ممكن يكون آخر واحد في المستقبل. دلوقتي تعال نتصور لو القهوة فعلا بقت نادرة، إيه أول حاجة هتحصل؟ الحقيقة أول حاجة هتحصل السعر هيولع، بس المشكلة أعمق من إنك هتدفع أكتر على فنجان القهوة. في بلاد كاملة اقتصادها معتمد على القهوة زي البرازيل، أثيوبيا، كولومبيا، فيتنام. لو المحاصيل قلت ملايين من الناس هيفقدوا شغلهم، والدخل القومي هيقل، والهجرة هتزيد، ومعدلات الفقر هتضرب. تخيل معايا سيناريو بسيط: البراندات والكافيهات الكبيرة العالمية والكافيهات اللي موجودة في أماكن فخمة في دول كبيرة، تخيل إن الكافيهات دي مش لاقيين قهوة أصلية، فالزبون هيبدأ يدور على بديل، واصحاب المحلات هيبداوا يتجهوا لبدائل صناعيه. بعد فتره الطعم يتغير والناس هتبطل تشرب قهوه، خلاص ما عادتش هتبقى هي الحاجه اللي الناس متعوده عليها. يعني الكارثه مش بس عند المزارع، دي سلسله بتبدا من البذره وتنتهي عندك انت على الترابيزه. في شركات بتحاول تعمل قهوة معمولة في المعامل زي شركة أتومو كوفي، شركة أمريكية عملت قهوة بدون بن، طعمها قريب جدا من الحقيقي، لكن الفكرة نفسها مرعبة. تخيل قهوة من غير شجر، مفيش زرع أصلا. هل دي قهوة فعلا ولا تجربة مخبرية بطعم المنبهات؟ هل نرضى نعيش في عالم القهوة فيه صناعية؟ لو حسيت آخر كام سنة إن طعم القهوة اتغير أو ما بقاش يديك نفس الطاقة فأنت مش واهم. في دراسة اتعملت من جامعة باث في إنجلترا قالت إن مع تغير المناخ تركيبة البن نفسها اتغيرت، الأحماض والزيوت والمركبات اللي بتدي القهوة نكهتها بتتأثر بالحرارة الزايدة والجفاف. يعني البن نفسه بيطلع أضعف وأقل جودة وطعمه أهدى من زمان. وفي مزارعين في كولومبيا والبرازيل قالوا إن هم مضطرين يخلطوا أنواع أقل جودة مع الأنواع الأصلية عشان يكملوا الإنتاج. يعني مش بس الإنتاج قل، حتى الجودة اللي بتوصل لنا في الفنجان بدأت تنهار. وبيني وبينك لو القهوة اللي بتشربها دلوقتي مش بتفوقك زي زمان فده مش خيالك أو إن دماغك تقلت وخشبت وما بقتش زي زمان، لا، دي ضريبة التغير المناخي بتوصل لدماغك من غير ما تحس. اللي بيحب القهوة يعرف إنها
لحظة راحة، لحظة صمت. ناس كتير حول العالم لما بدأت الزراعة تفشل عندهم سابوا الشغل، سابوا المزارع وهاجروا. مفيش بيانات رسمية دقيقة، بس الأمم المتحدة بتقول إن آلاف المزارعين اللاتينيين هاجروا بسبب فشل زراعة البن. فاهم أهمية البن إيه؟ كوباية القهوة دي في حاجات كتير قوي متمحورة حواليها. اللي بيحصل دلوقتي مع القهوة ممكن يحصل مع حاجات تانية. اللي بيحصل دلوقتي هو مثال بسيط على اللي ممكن يحصل لحاجات تانية احنا بنتعامل معها وكأنها مسلمات. تخيل مثلا الموز، حتى بعض الخضروات، حاجات كتير بتعاني من نفس التهديد، التغير المناخي والاستهلاك الزائد وانقراض التنوع. الفكرة اننا لازم نبدأ نفكر احنا بنستهلك قد ايه وبنهدر قد ايه. هل بنحافظ على الحاجات اللي بنحبها ولا مستهترين بيها لمجرد ان هي موجودة؟ اصلك مش لازم تكون مزارع عشان تهتم بالقهوة، ومش لازم تكون عالم بيئي عشان تقلق من المناخ. انت كفايه بس انك تكون انسان طبيعي بيحب يشرب قهوه الصبح، عايز يفضل يلاقيها كل يوم لغايه ما يموت. بس كده. القهوة مش مجرد مشروب بنفوق عليه الصبح. القهوة لحظة هدوء وسط زحمة اليوم، هي بداية حوار أو لحظة تأمل أو حتى عزاء بسيط في يوم صعب. لكن لو القهوة فعلا اختفت، المسألة مش مجرد طعم هنخسره، دي إشارة إن حاجات ممكن نكون فاكرينها دايما لكن في لحظة ممكن تختفي. زي القهوة في حاجات كتير حوالينا مهددة، الأرض، المية، التنوع البيولوجي، حتى علاقتنا بالطبيعة نفسها. كل مرة بنهدر بنستهلك بدون أي وعي، ما كل حاجة في منها كتير عادي. المشكلة مع اننا بنقرب خطوه من النهايه. القهوه كانت جرس انذار، بس يا ترى في كام جرس تاني مستنينا؟ بس اقول لك حاجه برضه، لو القهوه اختفت ما تخافش، احنا كعرب هنطلع مشروب جديد من التمر مع النعناع مع ينسون ونسميه موكا بلدي مثلا، وهنقنع نفسنا انه احسن من القهوه وهنطلعه ترند كمان. ايه يعني ايه المشكله؟ اديك شفت الماتشا ما خدناش في ايديها غلوه وسيطرت علينا. ان شاء الله مش هنوصل للمرحله دي. انت اشرب قهوتك وان شاء الله الامور طيبه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه. هيفوتك كتير قوي لو ما عملتليش فولو هناك. انت حر، روح اعمل لي فولو. سيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. يب ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.